لماذا يكره عموم الشعب الفلسطيني النظام السوري وخصوصا في لبنان وسوريا؟ أما في لبنان فنذكر مع حصار تل الزعتر الذي شارك فيه النظام السوري القوات المارونية مع الكتائب ونمور الأحرار وأبو أرز، وبالاتفاق مع غرفة العمليات الإسرائيلية كان مردخاي يقول رئيس أركان، وكان محمد غانم قائد القوات، وكانوا يجتمعوا يوميا في بكفية ولعبين أو قتلوا ولعبين ما مسح المخيم مسح كامل، وكانت مشارك فيه كمان كان في الغدر وفي تسليم المخيم قوات الصاعقة حزب البعث الفلسطيني، وكان كأنها محسوبة على التنظيمات الفلسطينية، وهذا كانت من أشد الناس غدرا بالفلسطينيين. المجزرة الثانية صارت أثناء حصار صيدا في 76 وتقدم الجيش السوري باتجاه مخيم عين الحلوة ومخيمات الجنوب. بعدين في الجبل معركة الجبل شارك كل القوات المارونية في قتل الفلسطينيين، وحاول يكسر البندقية الفلسطينية بكل الوسائل حافظ الأسد. بعدين اجت بال 78 صار انزال 78، وايزمان نزل سوى انزال 60,000 جندي على جنوب لبنان وتصدوا له المقاومة الفلسطينية، ونزلت فيه خسائر، وكان متفق مع حافظ الأسد على أساس يكشف ظهر المقاومة في الجبل، وكان هذا فشل، هذا الإنزال الأول وفشل. وكان متفق في 76 أصلا في اتفاق كان بين شارون وبين حافظ الأسد وبين رامين وحافظ الأسد على إنهاء المقاومة الفلسطينية في لبنان، ولذلك هو دخل حليف يفزع للموارنة، وكان على اتفاق تام مع غرفة العمليات الإسرائيلية. بعدين اجت حرب 82 حصار 80 يوم للمقاومة الفلسطينية، سلم الجبل وخلى الجيش الإسرائيلي يتقدم محله على الجبل، وسحب هو لسوريا وسلم من ظهر المقاومة عشان تطبق الحصار على بيروت. بعدين اجت حرب طرابلس، لما رجع ابو عمار لطرابلس في 83 رجع حافظ الأسد مع أحمد جبريل مع أبو موسى مع كل هؤلاء الحثالات اللي ذهبت إلى مزابل التاريخ لحصار طرابلس، ودمرت مخيم البداوي والبارد، وقتل الآلاف من الفلسطينيين في هذول المخيمين. بعدين اجى حصار مخيمات بيروت لما شعر انه ياسر عرفات بلغ يرجع المقاومة الفلسطينية الى لبنان، تم حصار مخيمات لبنان في صبرا وشتيلة وبرج البراجنة وبعدين بالرشيدية وعلى عين الحلوة، حاصروا كل مخيمات لبنان كاملة، وكان الأشد فيها حصار مخيمات بيروت، واستشهد فيها الشهيد الله يرحمه اللي هو البطل علي أبطو اللي كان يخوض المعارك في هذاك الوقت. كانت حركة أمل بقيادة المجرم نبيه بري وعقل حمية هي اللي تحاصر المخيم، وحتى انه اهل المخيم اكلوا البسس والقطط، وكان الجيش السوري يمدهم بسلاح وبالذخيره ويقصف من الجبل على المخيمات اول باول. بعدين بهذه 3 سنوات مدتها، وحتى لما ذهب والدي الى الخميني على اساس انه يصدر فتوى في ايقاف القتال رفض الخميني، ولما قال له انه الشعب الفلسطيني يقتل باسم الشيعة فاصدر فتوى ورفض. اللي اصدر الفتوى اللي هو المنتظري كان نائبه، وبعدين عزلوا الخميني لاجل القصة هذه. بعدين اجى قضية المعتقلين الفلسطينيين في سوريا، تجاوز في يوم من الايام 50,000 فلسطيني، يعني شيء رقم مذهل بعد معركة طرابلس، وظل بحدود 15,000 مسجونين بحدود 30 سنة 35 سنة، منهم أبو طعان قائد الكفاح المسلح اللي طلع قبل حوالي 2 سنين ومات، يعني طلع خالص مات من المرض رحمة الله عليه. بعدين هذا النظام اللي دمر مخيم اليرموك، يعني اللي بشوف صور مخيم اليرموك يجد انه مخيم اليرموك يعني في زلزال بقوة 10 ريختر، ما خلى كل البراميل، عاصفة البراميل، تسونامي البراميل اللي ضرب مخيم اليرموك لا يمكن أن يصدقه عاقل. هذا النظام أجرم نظام في التاريخ، هذا النظام قتل من الفلسطينيين أكثر من إسرائيل نفسها هؤلاء، وهذا النظام حليف إسرائيل الطبيعي وحاميها في الجولان لمدة 40 سنة، وحافظ الأسد كان على علاقة متينة، وبشار اللي حماه وفد الكونغرس اللي 50 واحد اجوا عليه من اليهود وطمنوه انه بتذبح المسلمين في سوريا فتبقى رئيسا لسوريا. هذا قصة هذا النظام كلياته للأجيال اللي ما بتعرف شو قصة هذا النظام وبتأيده. ومنها حماس لأنها أصبحت شيعية، وهنية يعني اللي بيعزي بشار في الزلزال لعنة الله عليك، إن شاء الله ربنا بحشرك أنت والزهار والسنوار مع بشار ومع حافظ مع كل العلويين يا أعداء الله.